واش عمرك حسيتي بلي حياتك واقفة وبلي ما كتبدل فيك حتى شي حاجة من الناحية النفسية؟ كتجلس مع راسك كتشوف كيفاش دوزتي حياتك وكتبقى تقول انا مازال كنغضب، مازال كنخاف ومازال عندي مشاكل في العلاقات ديالي. اذا انا ما كنتقدمش نفسيا، ولكن ممكن جدا انك تكون فعلا تقدمتي نفسيا، وانما انت ما واعيش بهذا الشيء، حيت التطور النفسي ماشي ديما كيكون تغيير كبير وواضح. وباش تحس بأنك كتطور، هادشي كيطلب منك وعي كبير. غادي نعطيك 5 علامات بسيطة كتبين أنك فعلا كتقدم نفسيا واخا انت ما كتحسش بهادشي. العلامة الأولى، بديتي كتقبل الأخطاء ديالك بلا ما تجلد راسك. شحال هادي ملي كنتي كتغلط ممكن كنتي كتقول أنا فاشل، أنا كنعاود ديما نفس الأخطاء وأنا ما كنستاهلش نوصل داكشي اللي بغيت. أما دابا ملي كتغلط فكتلقى راسك كتقول صحيح أنا غلطت، ولكن أنا تعلمت من الغلط، وأصلا هذا الغلط ما كيحددش القيمة ديالي. التطور اللي وقع هنايا هو أنك وليتي كتشوف الأغلاط ديالك من زاوية مختلفة. رجعتي كتشوف الغلط ديالك، كتحمل المسؤولية ديالك وكتعلم منه، بلاص من أنك تحاول تحكم على الشخصية ديالك من خلال داك الغلط اللي درتيه فقط. العلامة الثانية، رجعتي كتقول لا بلا ما تحس بتأنيب الضمير. يمكن قبل كنتي كتوافق على بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الطلبات فقط باش ان الناس الاخرين ما يتقلقوش منك، كتقول وانت باغي تقول لا. ولكن مع الوقت ومع التجارب بشويه بشويه بديتي كتفهم ان ارضاء الناس ماشي مسؤوليتك. تقدر انك تكون كتبغي شي واحد وكتحترمه، ولكن في نفس الوقت تقدر تقول ليه لا على شي طلب اللي ما كيناسبكش، وبدون من انك تحتاج انك تبرر ليه كل مره كتقول ليه فيها لا. هنا التطور اللي درتيه على مستوى النفسية ديالك هو أنك تعلمتي كيفاش دير حدود صحية مع الناس. هادشي كيدل على أنك وليتي كتحترم راسك، الوقت ديالك والمجهود ديالك. العلامة الثالثة، وليتي عندك القدرة أنك تلتقط الأفكار السلبية اللي كتدور في دماغك وما بقيتيش كتصدقها. هاد النقطة مهمة بزاف. من قبل كانت إلا جاتك شي فكرة في دماغك، بحال مثلا أنا ما غاديش نقدر ندير هادشي وما غاديش نقدر نوصل لهاد الهدف، يمكن كنتي كتصدقها بطريقة مباشرة بدون أنك تحللها وتحاول تفهم علاش جاتك هاد الفكرة. دابا وليتي كتوقف وكتسول راسك، واش هذه هي الحقيقة أو فقط فكرة سلبية عطاها لي الدماغ ديالي باش يحميني. وهنا التطور اللي كتكون درتيه هو أنه ولات عندك القدرة أنك تفصل بين الفكرة وبين الحقيقة. العلامة الرابعة هي أنك بديتي كتعطي لراسك الحق أنك ترتاح وتستمتع بالوقت ديالك بدون ما يجيك تأنيب الضمير. يمكن شحال هادي كنتي كتقول مع راسك أنه الوقت ما خصوش يضيع، ما خصنيش نبقى جالس بلا ما كندير حتى شي حاجة، خاصني دائما نكون كنتحرك ونكون منتج. هاد الشيء مزيان، ولكن الحقيقة هي أنه جسم الإنسان ماشي آلة، وحنا فعلا محتاجين أننا نرتاحوا، وأنه يكون عندنا وقت فراغ باش نقدروا أننا نبدعوا نكونوا منتجين في الوقت المناسب. القدرة ديالك على أنك ترتاح بدون ما يجيك تأنيب الضمير ممكن يكون علامة كبيرة كتدل على أنك وليتي كتعرف تسير الوقت ديالك، ووليتي كتعرف كيفاش ترتب الأولويات ديالك. العلامة الخامسة والأخيرة، بديتي كتعطي القيمة للإنجازات الصغيرة ديالك، وبديتي كتعرف كيفاش تاخد الوقت أنك تحتفل بها. يمكن شحال هادي كنتي كتركز فقط على الحوايج اللي مازال ما وصلتيش ليهم، وكتنسى الأهداف اللي فايت لك حققتيها وصلتي ليها. مثلا إلا قريتي غير 2 صفحات من شي كتاب كيعجبك فهذا في حد ذاته إنجاز. ولا مثلا دوزتي نهار صعيب بزاف ولكن في الأخير نجزتي كاع دوك الأهداف اللي كانوا عندك وما استسلمتيش، فهذا في حد ذاته إنجاز. التطور النفسي هو ماشي أنك توصل لمرحلة اللي تكون فيها حياتك كاملة ومثالية، ولكن هو أنك تبدأ تلاحظ التقدم اللي كدير في كل نهار، ولو أن هذا التقدم يكون صغير وبسيط بزاف. بخلاصة، إلا بغيتي تعرف واش فعلا نتايا تطورتي من الناحية النفسية أو لا، فما عليك إلا أنك دير هذا التمرين. جيب ورقة وستيلو وقارن بين النسخة ديالك هذه 5 سنين والنسخة الحالية ديالك.
إلا لقيتي أنك وليتي كتقبل الأخطاء ديالك، كتحط الحدود مع الناس، كتلاحظ الأفكار ديالك وما كتيقهاش، كتعطي لراسك الحق أنك ترتاح، وكتفرح بالإنجازات الصغيرة ديالك، فهاد الشي كيدل على أنك حققتي واحد التقدم ملحوظ من الناحية النفسية، وماشي كيما كيوهمك راسك أنك باقي في بلاصتك وأنك باقي داك الإنسان الساذج اللي مازال ما دار حتى شي تطور في حياته. ودابا قول لي في التعليق تحت الفيديو شحال من علامة من هاد العلامات لقيتيها فيك.